السلام. كان يشغله الإخلاص لله عز وجل، كان يشغله التأمل في براهين الله سبحانه وتعالى، كان يشغله الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، كان يشغله أن يكون متوكلا على الله عز وجل، كان يشغله الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. كذلك الآيات دلت، قال عز وجل عنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين. كان همه أن يستعصم بالله، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اهتمامات الإنسان لابد أن تتغير عن اهتمامات هؤلاء المنحطين أخلاقيا وإيمانيا وسلوكيا. لابد أن تكون كمؤمن ومسلم تختلف في اهتماماتك، لا تكون هذه الاهتمامات هي هذه السخافات والضلالات، فلان شكله حلو، فلان جميل، فلان أريد أن أنظر إليه، أريد أن أكون علاقة مع هذا الشاب وهذه الفتاة، نسأل الله العافية. قال عز وجل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. سماه الله مكرا لأنه كان خلاف باطنهن. علمت امرأة العزيز ما يردن، فأرادت أولا أن توقعهن في نفس الشبكة التي أوقعها الشيطان فيها. ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، وود الفاجر لو أن الناس كلهم فجار. والشيطان في الحقيقة يصيد بهذه النوعية من الناس. الظالم يريد أن يكون الناس كلهم ظلمة، ولذا يفرحون جدا بسقطات أهل الإسلام وزلتهم. إذا أمسكوا عليه واحدة قالوا نعم هذا هو المطلوب، ويظلون وراءه في هذا الباب، يحاولون دائما فضيحته أو الضغط عليه حتى يسخروه في أغراضهم الخبيثة. وكم من إنسان استجلب الشيطان شركه بالله وعبادته لغير الله من خلال زلة وقع فيها، كما قال سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. لذلك هذه المرأة كانت مصيدة للشيطان يصيد بها باقي النساء كذلك، ومن استطاع من الرجال الدائرين في فلك هؤلاء النسوة الذين استجابوا في نهاية المطاف لمطالب هذه المرأة والنسوة. وسجن يوسف عليه السلام بعدما رأوا الآيات. وكما قال عز وجل ثم بدا لهم، ولم يقل لهن، هناك رجال اتخذوا القرار، بدا لهم من بعد ما رأوا ولم يقل رأينا. إذن رجال نفذوا ورجال رأوا، ومع ذلك نفذوا القرار الظالم والعياذ بالله. والظلم واتباع الفواحش دائما بينهما اقتران وبينهما اجتماع، كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. المتبرجات الغانيات الفاجرات مع الظلمة، وهؤلاء من جنود الشيطان، ولذا كانوا من أهل النار الذين يعذبون الناس ويضربونهم بغير حق ويؤذون الناس عموما أيما كانوا يضربون بها الناس، لأن هذا أمر مستنكر حتى ولو كان لكافر لا يستحق. كما دخل بعض أصحاب النبي رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا أوقفوا في الشمس وصب عليهم الزيت. ده تعذيب الزمن الماضي، إن الناس تعذبوا ازاي؟ مفيش أدوات تعذيب ولا شيء، إنما يوقفون في الشمس، شمس الشام أو شمس مصر التي ولو كانت في أشد فترات الحر شمس محتملة، ووضع على رؤوسهم زيت. هذه وسيلة التعذيب. قال ما بال هؤلاء؟ قالوا يعذبون في الجزية. أين وسائل التعذيب المعاصرة التي لو قورنت بالوقوف في الشمس ويعني صب الزيت لكانت، نسأل الله العافية، يعني ولا عشر هذا الذي حدث عشر معشار ما يفعل بالناس اليوم. فقالوا يعذبون في الجزية، فلم يصبر حتى دخل على الأمير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، فأمر بهم الأمير فأطلقوا.
يعذبون الناس كفار وتأخروا عن دفع الجزية الواجبة عليهم، ومع ذلك لم يرضى أن يعذبوا ولم يرضى أن يوقفوا في الشمس. هذا التعذيب الذي وقع، نسأل الله العافية. نقول أن الذين يظلمون الناس واللاتي يتبرجن كل منهما من أهل النار، فهما يجتمعان. فلما سمع، قال عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. ولم تقدم الفاكهة المطلوبة وإنما آتت السكين، لأنها تعلم سكر الهوى وتعلم كيف سوف تصنع رؤية يوسف عليه السلام بعقول هؤلاء النسوة، وكيف سوف تغيب حسهن بالكلية، لأنها جربت، هي من نفس النوعية. هي جربت حين لم تسمع جلبة مقدم سيدها ولم تسمع ما حدث وجذبته جذبت يوسف الجذبة التي قدت قميصها، لا تشعر بشيء، وعلمت أن النسوة من نفس النوعية، فلذلك أعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت: اخرج عليهن فجأة، وأمرت يوسف بالخروج. ويوسف عليه السلام في هذا المجتمع الكافر الفاحش لا يستطيع أن يمتنع. ماذا يصنع؟ هو في بيتها، والرجل بعد أن علم، أعني زوجها، الرجل بعد أن علم ما فعلته وتبين أنها هي التي راودت يوسف وتأكد من ذلك، ومع ذلك سمح بنفس الأمر أن يتكرر، وأن يتركها تفعل ما تريد وتفعل ما تشتهي وتهدد وتتوعد. كان فيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نوع من الدياثة، فترك الأمور على ما هي عليه. قال عز وجل: وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه. وقع في قلوبهن تعظيم يوسف عليه السلام، وهذه الهيبة تحصل لكل من كان على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. يلقي الله عز وجل في قلوب من يراه هيبة له، ولكن في نفس الوقت شغلهن ما يردن من المنكر عن أن يشعرن بما يصنعن. فالهيبة: فلما رأينه أكبرن وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله. سكر فظيع كما قال الله عن قوم لوط: وعذابهم قد حضر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذلك هذا الأمر، وأعني السكر الذي يذهب حس الإنسان، يمكن أن يقع لشدة انشغاله بأمر ما، وهنا يدخل الشيطان دائما. فشدة تعلق قلب الإنسان بفكرة معينة أو بمنظر معين أو بشخص معين يلغي باقي أحاسيسه، ويلقي الشيطان عند ذلك في قلبه أو في سمعه أو في بصره على حسب التسلط أنواعا من الضلالات والمنكرات، لأنه حصل له سكر أشد من سكر الشراب، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا الإلقاء إنما وقع في نفوس وقلوب وأسماع الكفار، لا على لسان النبي والرسول. الرسول أو النبي لم يتكلم بباطل فهو معصوم من ذلك، وإنما ألقى الشيطان في أثناء قراءته في أسماع المشركين أو أفهامهم من المعاني الباطلة التي لم يقلها النبي أو الرسول ولم يقصدها ولا تفهم من كلامه، ومن هنا وقع تحريف الدين. الغرض المقصود أن السكر إذا وقع بسبب تعلق قلب الإنسان بشيء معين يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. فنستفيد من ذلك أنه لا يصح أن يتعلق قلب واحد منا بشيء من الدنيا بهذه الطريقة أبدا، بل دائما يكون قلبه ممتلئا بحب الله وبالإرادات الشريفة والأغراض النبيلة التي أصلها حب الله عز وجل والانقياد له والشكر والخوف منه والتوكل عليه ومراقبته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تأمل أن النسوة يسبحن وهن يقطعن أيديهن ولا يشعرن يسبحن. ليس كل مسبح في الحقيقة، ليس كل من ذكر اسم الله عز وجل يغتر بما يذكر
هن يسبحن كما يسبح ذلك المبتدئ الضال الذي على طريق الصوفية ينظر إلى الصبايا والمردان ويقول